دكتور، هو ممكن الارتجاع اللي عندي بقاله 30 سنة ما يطلعش في الآخر ارتجاع؟ تابع معايا حكاية مدام روحية، ازاي اتشخصت والأهم ازاي اتعالجت. دكتور أحمد جلال، دكتوراه أمراض البطنة جامعة الإسكندرية، عضو وزميل الجمعية الأمريكية لمناظير الجهاز الهضمي. مدام روحية 55 سنة، كانت تشتكي من ارتجاع في المريء، راحت لدكاترة كتير جدا، خدت علاجات كتير جدا ومفيش فايدة. سألتها الحموضة عندك أخبارها إيه؟ بتجيلك كام يوم في الأسبوع؟ بتضايقك؟ بتقومك من النوم؟ قلت يا دكتور أنا الحموضة ما عنديش، أنا الحموضة عندي بسيطة قوي أو ضعيفة قوي، أنا أكتر حاجة بتضايقني إن الأكل بيرجع في زوري، ممكن أشرق وأنا نايمة. هنا فهمنا إن ده مش ارتجاع حمضي، لا ده ارتجاع للطعام. هي فاكرة إن ارتجاع الطعام هو ارتجاع المريء. أول خطوة لازم نعمل منظار معدة. لما دخلنا في المنظار اول حاجه لقينا اكل متجمع كتير جدا في المريء. نزلنا تحت عند العضله السفليه للمريء لقيناها منقبضه لا تسمح بمرور الطعام. بعدها كان الاشتباه الاكبر مرض اكاليزيا. طب ايه هي الحلول الفعاله؟ الاحدث والادق عمليه البويض. ببساطه احنا بنعمل فتحه في جدار المريء ونعمل نفق بنخش فيه بالمنظار ما بين الطبقه الخارجيه لنسيج المريء والطبقه الداخليه اللي هي العضله. بنخلي العضله ما بيننا والتحتينا والطبقه الخارجيه دي فوقينا، وبنعمل النفق اللي هو الفراغ الثالث ما بينهم. اول خطوه بنعمل شق في جدار المريء الخارجي زي ما احنا شايفين كده، فالشق ده نقدر نخش منه النفق بتاعنا. نبتدي نعمل النفق بتاعنا زي ما احنا شايفين، دي طبقه الميكوزا اللي هي الطبقه الخارجيه للمريء، واللي تحتينا دي طبقه العضلات. بنعمل النفق لحد ما نوصل للعضله السفليه. بنوصل لحد العضله السفليه زي ما احنا شايفين كده، العضله بتبقى سميكه جدا، بنشق العضله فبالتالي بنخلي الاكل يعدي بسهوله. زي ما احنا شايفين كده طبقه العضله كانت سميكه جدا، والحمد لله قدرنا نشقها بحيث المريض يقدر ياكل وما يبقاش الانقباض بتاع العضله القويه ده مانع ان الاكل انه يعدي. طبعا شايفين الفرق ما بين قبل وبعد، في فرق كبير جدا. العضله وسعت كده، الاكل والشرب يقدر يعدي، فبالتالي المريض يبتدي ياكل وزنه يزيد من غير ما يحصل له مضاعفات. اخر حاجه بعد ما نخلص خالص بنقفل المكان اللي احنا دخلنا منه بكليبسات. بناخد كذا كليبس، الكليبسات دي كانها زي خياطه بس داخليه من غير وجع من غير خياطه، فبالتالي المريض بيتحسن جدا وبيبتدي يشرب وياكل والدنيا تبقى افضل بكتير. عملنا عمليه جراحيه، هي المفروض انها عمليه كبيره بس هي مينيمال انفيزيف، ذو تدخل بسيط عن طريق المنظار. كلمنا او بعت لنا واتس واحجز. اتعالج بجوده انت تستحقها.